ولا تخافي من بكرة بيدي. صورة 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 لروحي وربي يعلم صبره، كل حزن على شي خسرة يا قلبي اسمع. أنا صورة يلا هاي صار عندنا فرصة نسمعها مرتين. بدي اياها كذا ولا شيء ما بحمل. الشامي الشامي كيفه؟ هو في الغني الشامي صراحة في الميل اثنين، بس أنا فان للشامي أنا وعدك. عمي اكيد كل اغاني انا بتابعه من 2023. دكتور حلو اكيد يعني. الشامي كل أغانيه حلوة. جيناك بنت الأصلية وما حد خذها مني بعناد، الزلم للريد العركة يقرب يمي، جيبوا الزلم ياخدوا اللي بنت الأصلية ما حد خدها مني بعناد، السجن تريد العركة يقتل ايده بالنار. يقتل
ميوزك نيشن. امبارح سلطان الطرب كان بمقابله ووجه لك فيها رساله، وشو بتعني لك اول شيء؟ شو بترد عليه على الرساله اللي وجه لك اياها؟ وكمان شو بيعني لك انه اسمك عم بيكون هيك عم ينذكر حتى مع اسامي هالقد كبيره مثل سلطان الطرب؟ يعني سلطان الطرب جورج وسوف هو مدرسة من مدارس الفن العربي. فنان من بلدي نجح نجاح عربي مطلق بل عالمي ممكن. انه يكون عم بيوجه لي رسائله ونصايحه، هذا الشيء بيكبر القلب وبيفرحني دائما. وشو بدي اقول له غير انه الله يطول بعمرك ويديمك فوق راس الفن السوري والعربي. كمان اول حفل لك كان على هذا المسرح بمسيرتك، واليوم عم ترجع عليه، خبرنا شو بتعني لك هيدي الرجعه بعد؟ هي اللحظه المعنويه والنفسيه الحلوه اللي عم عيشها، انه قطع عن هي الحفله بعتقد 2.5 ل3 سنين فتلت فيها العالم، كندا واوروبا ومسارح العالم العربي، لارجع على نفس المسرح والتقي بالجمهور اللبناني صراحه بشعور لا يوصف. Yeah.